في ظل ثورة 25 يناير والأحداث التي دارت في هذا التوقيت من قتل وضرب ومشاهد لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، والتظاهرات التي أقامها الشعب من أجل الخلاص من الاستبداد والظلم، أطلت الفنانة عفاف شعيب في أحد البرامج لتثير الجدل بين الناس وتتعرض بسبب ما قالته إلى الهجوم اللاذع والانتقاد الكثير. صرحت عفاف شعيب في أحد البرامج أثناء فترة الثورة وقالت: إحنا منهارين أنتي عارفة 10 أيام إيعني بنتي أخويا بتقولي عمتي ونفسي آكل بيتزا ونفسي آكل كبب، وابن أخويا طفل عمرها 2 بيقولي نفسي آكل ريش. إحنا متعودين نجيب كل يوم عشا وكده، دلوقتي كل المطاعم قافلة هأكل العيال. لاقى هذا الحديث الكثير من النقد عبر السوشيال ميديا، ولم يهدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن شأن